اليوم سنتعرف على ثلاث منتخبات تكمل المربع الذهبي لهذه البطولة. ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد طبعا هو من يستضيف هذا اللقاء، لقاء مهم وبطاقم تحكيم دولي بقيادة الفلسطيني براء أبو عيشة. هنا المدرب البرتغالي ميغويل موريرا، المدرب اللبناني كان بالصورة، بينما هنا التشيكي منذ عام 2019 براء أبو عيشة سيطلق الصافرة معلنا بداية اللقاء. إذا لبنان واليمن يسار الشاشة، بينما المنتخب اللبناني بالأبيض ويلعب من يمين الشاشة. تشكيلة الفريقين نتحدث عن لبنان بالمرمى طبعا أنتوني معاصري بالمرمى. كرة اللعب من بسام، محاولة قطع للكرة بالوسط، لبنان محاولة الإبعاد، انطلاقة خطيرة والتسديدة بعيدة. اليمني قريبة جدا، عيفاوي، لكن الإبعاد من فيصل معروف. راجع الكرة، الارتداد والانطلاقة من أحمد خليل، أحمد يمر، خطيرة تمريرة من هناك، ضاعت فرصة أحمد خليل لحمزة محروس، لكن ضاعت الفرصة على منتخب اليمن. لاحظ الانطلاقة الممتازة والتمريرة، لكن النهاية الغير جيدة. يعني حمزة محروس كان ممكن بهذه الكرة. أيضا ضغط عوشة على إبعاد، هذه المرة من أحمد الوجيه. محمد الموسوي، دبعي من هناك، التمريرة مع الخضر الدوح، غير راية، والإبعاد من علي رضا. دبعي جميل، أحمد خليل حاول يلعب الكرة، تسديدة حلوة، أحمد خليل. محمد حيدر على التنفيذ، وكانت خطيرة، والإبعاد من 4. أمامية الكرة لليمن، تقطع الكرة، محمد ناجي قريب، عيفاوي، تمريرة، عيفاوي إلى ركلة بر. محمد العيفاوي، ومباراة اليوم أمام كولومبيا في لقاء ودي تحضيري للمنافسات القادمة. عالية الكرة، خطيرة، ضاعت على محمد صادق. بينما هنا حمزة صباح. أمامية الكرة، فيصل معروف، اليمن يلعب الكرة، التحضير الجيد من أحمد خليل القائد الكابتن، تمريرة خطيرة، هاي جول، الله الراية والتسلل. مساعد الثاني اعتقد ما بها تسلل. اللقطة الماضية أنتوني، محمد صادق في كرة خطيرة. محمد هذا لاعب مهاري، ممكن يمر نعم، يمر لكن بعيدة. بعد الكرة صافرة الحكم الدولي الفلسطيني. نهاية أحبتي متابعي العراقية الرياضية، من المحاولة الخطيرة لليمن وضاعت الكرة.
كرة اللعب لبنان، وكرة ضايعة. أيضا موجود علي شعيتو، موجود. إذا غملوش ترك المباراة. هجوم الآن وخطيرة الكرة، المحاولة الجدار. شعيتو قريب، علي شعيتو، لكن تسديدة من محمد صفوان، وهدف أول، هدف أول، هدف أول للبنان عن طريق محمد صادق. محمد صادق، والهدف الأول للمنتخب اللبناني. لبنان تتقدم بهدف على اليمن عن طريق محمد صادق. كرة ارتدت طبعا من الحارس وأكملها. شوف اللقطة، صفوان، محمد تحسب عليك يا بسام صالح. كرة ما كانت قوية يعني، وبالتالي خطأ من الحارس، وهدف أول للمنتخب اللبناني، هدف الأول في هذا اللقاء وهدفه الأول في البطولة. أول هدف للمنتخب اللبناني عن طريق محمد صادق. هذا الهدف راح يعيد الروح كرة اللعب عيفاوي أيضا ترك المباراة. بالوسط علي شعيتو، قطع للمنتخب اليمني، خطيرة ممكن التعديل. جول لليمن السعيد، يعني في ظرف دقيقتين هدفين عن طريق قاسم الشرفي. وين كنتوا يا ابو؟ يعني 52 دقيقة اللعب، يعني عقيم، لعب فقير فنيا. اليمن يعدل، ويا فرحة ما تمت على المنتخب اللبناني، يعوض بفارق دقيقة. يعدل قاسم الشرفي، لكن شوف التمريرة الرائعة وحلوة من الشرفي بهدوء وجدا جدا يسارية على يسار حارس المرمى أنتوني معاصر. عدل اليمن السعيد، لاحظ، لكن التمريرة الممتازة كانت من عوشة. أحمد الوجيه من هناك لحسن كوماني. أحمد خليل، لا راح يعيدها، راح يعيدها، اي نعم. مست بالحكم اللقاء، يعمل اسقاط من المكان. احمد خليل قريب، اي نعم، هذه اللقطة. محمد صادق صاحب الهدف يفقد الكرة. احمد خليل، خطيرة، 4 ضد 2، ممكن جول، تمريرة ولليمن. ثاني هدف عن طريق حمزة محروس لليمن السعيد. هدف جديد لليمن السعيد بمرمى المنتخب اللبناني. ثاني الأهداف حمزة محروس، التشيكي سكوب. حمزة محروس، ثاني الأهداف لليمن. تقدم المنتخب اللبناني وعاد بقوة. لاحظ أحمد خليل كابتن، روح قول بهذه الكرة. الشرفي، شوف الدفاعات، شوف أخطأوا 2 مو سوي.
والشامي، وبالتالي لليمن بسهولة عن طريق حمزة محروس. يلعب بوحدة صنعاء. ثاني الأهداف لليمن. سكوب يريد الحفاظ على النتيجة. النوايا واضحة لمدرب اليمن، أدخل لاعبين تقوية خط الوسط والحفاظ على النتيجة. تسديدة لكن شعيتو يلعب الكرة. التمريرة الخاطئة والانطلاقة هذه المرة قاسم الشرفي. عملية التمرير إلى حمزة، التحضير، ضاعت بهذه الطريقة. محمد البتول وضاعت. لاحظ بهذه اللقطة ضاعت الكرة.